في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عجيب جدا 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 الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا مات ولد لعبد يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: أقبضتم ابن عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ بلاء شديد طبعا، ثمرة الفؤاد وأعز ما يملك زي ما الناس ما بتقول كده هو الابن. فقدان الابن ده بلاء شديد جدا جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول: أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو أعلم سبحانه وتعالى: ماذا فعل عبد؟ فالملائكة تقول: حمدك واسترجع. حمدك وصبر واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الحقيقة إن من المنطقي والبديهي إن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم والفضل اللي بيتفضل بيه علينا، ولكن من الحاجات اللي ممكن تبدو ان هي صعبة شوية ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على البلاء. والحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله والله كريم كريم كريم. يعني البلاء اللي بيصيب المؤمن في الدنيا دوت يجازى عليه، ان نفس المؤمن عند الله سبحانه وتعالى هي نفس عزيزة. لذلك ما يصيب المؤمن من هم او غم او حزن او نصب، حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى كده الاذى البسيط، اتشكيت في ايدك او اتشكيت في رجلك او ايا كان، اي اذى ولو بسيط ده عند الله سبحانه وتعالى بيغفر بيه ليك ذنب. فلما نسمع كلام زي دوت، فعلا البلاءات والشدائد اللي بتصيبنا في الدنيا تستحق ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. وقد يبدو ان ده يعني خلينا واقعيين كده، يعني الكلام دلوقتي سهل ان احنا نقول الكلام دوت، ولكن لما بتصيبنا الشدة ويصيبنا البلاء، لحظة الوقوع في البلاء الموضوع بيكون اصعب من كده. يعني صعب ان انت تفكر في الحاجات ديت لما تبقى مهموم. كلنا بتيجي علينا اوقات بيبقى فيه هم شديد جدا بقى، ليه علاقة بالشغل، ليه علاقة بالحياة الاجتماعية والأسرية وما إلى ذلك. ممكن يبقى فيه شدائد كبيرة جدا تنغص على الإنسان عيشته، ممكن حتى ما يقدرش ينام بسبب الشدة ديت. فهل المفروض أشكر ربنا سبحانه وتعالى على الشدة ديت؟ الحقيقة إن الشدائد دي سبحان الله من أقوى الأسباب اللي ممكن تخليك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتدرك يعني حاجتك لله سبحانه وتعالى. وده لوحده سبحان الله والله ده لوحده يستحق الشكر. يعني احنا ماشي الشدائد صعبة والبلاء صعب، ويعني لا نتمنى البلاء، حاجة كده زي الجهاد في سبيل الله، لا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم العدو فاثبتوا. البلاء نفس الكلام، يعني احنا نستعيذ من الله سبحانه وتعالى من الهم والغم والحزن، وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا حياة هنية وما إلى ذلك. ولكن إذا وقع البلاء ده بقى، لو في شدة أصابت الإنسان، المفروض ان هو يصبر ويتذكر الكلام ده بقى، يتذكر سبحان الله، يتذكر قلة حيلته بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى هو مدبر الامر كله. لعل سبحان الله البلاء دوت يكون هو سبب ان الانسان يتفكر ويرجع يعيد حساباته، ان في النهاية مدبر الاسباب كلها هو الله سبحانه وتعالى. لذلك من الحاجات العجيبة في النفس البشرية ان هو مثلا لما بتصيبه شدة، حتى الملحد بيدور على اله يدعوه سبحان الله. ودي لوحدها من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، ان انت بفطرتك لما بتصيبك شدة بتبدأ تكون عايز ترمي حملك على قوة اكبر منك. فسبحان الله والحمد لله سبحانه وتعالى على الشدائد قبل النعم، لان الشدائد ديت من الحاجات اللي بتخليك تستعين بالله سبحانه وتعالى، وده من كمال الايمان. زي ما احنا عارفين في سورة الفاتحة، احنا بنقرأ سورة الفاتحة على الاقل في اليوم 17 مرة. 17 مرة بتقول لله سبحانه وتعالى: اياك نعبد واياك نستعين. احنا ممكن مع زحمة الدنيا ومع اننا بنقرأ السورة سريعا وما الى ذلك، ممكن ما نستشعرش المعنى ده، ما نحسش فعلا ان احنا محتاجين نستعين لله سبحانه وتعالى، نستعين بيه لان هو مدبر كل شيء. ده بيبان امتى بقى؟ بيبان في الشدائد، لما تحس كده اللي هو ايه، عارفين لما يحصل بلاء فالواحد كده التنهيده ديت اللي هي لما كل حاجه تبوظ وقتها، ساعتها بتبقى ديت اللحظه اللي خلاص تنقطع فيها الاسباب. تعمل كده: يا رب حلها من عندك. اهو مسكنتك لله سبحانه وتعالى ولجوءك لربنا سبحانه وتعالى واستعانتك لربنا سبحانه وتعالى في اللحظه ديت، انت تحمد ربنا ان هو وفقك ليها، وتحمد ربنا ان هو يعني ابتلاك بشيء ما خلاك وصلت المرحله ديت. لان من زي ما ذكرنا من كمال العبوديه ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى. فالواحد
الواحد ما يفرحش لما يلاقي ان الحياة كلها ماشية سلسة والدنيا جميلة، وشايف ناس مثلا والعياذ بالله ناس عايشين حياتهم ومبسوطين وامورهم ماشية كويس جدا ومفيش اي بلاءات ولا شدائد ولا اي حاجة بالنسبة لهم وبعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. فده لا يصيب الانسان بضيق، ما يحسكش كده ان هو طب ما اشمعنى الناس ديت عايشة كويس وحياتها ماشية وتمام مع انها بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. ده والعياذ بالله يعني ليه دلالة مش كويسة. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني والعياذ بالله ممكن الإنسان يثبط لما يبقى الإنسان كده من جواه مش مقبل على ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في فيديو امبارح ان انت لم تري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا، فالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يكره انبعاثك، يكره عبادتك والعياذ بالله. لذلك يعني ما تتغرش كده وتقول ليه الناس اللي مثلا البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى عايشه كويس ويا ريتني عايش زيهم والكلام ده كله. بالعكس انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى على الشدائد، لو الشدائد ديت بتقربك لله سبحانه وتعالى تصبر على الشدائد ديت، تحمد ربنا سبحانه وتعالى. زي ما ذكرنا الامر طبعا صعب، يعني اللي بيكون في عز الازمه وعز الشده مش زي اللي يبقى قاعد كده زي انا وانت كده بندردش بشكل عادي، ولكن احنا بنقول الكلام دوت من باب ان احنا نذكر نفسنا بيه في الوقت اللي احنا نكون محتاجينه. تمام؟ فلا قدر الله ويعني ربنا لا يوقع بينا شدة او اي ضيق او ما الى ذلك، ولكن لو اصبت بمكروه او بلاء او شدة المرة اللي جاية افتكر ان كده كده الشدة هتمر، يعني كده كده الشدة خلاص وقعت وباذن ربنا سبحانه وتعالى هتمر. انت قدامك ان انت تصبر وتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى مدبر كل شيء، وتتذكر معاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وترمي حملك على ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ وتنال الاجر والثواب وتكتب من الحامدين. او ان انت تسخط وتتضايق وتزعل وتقعد كده اوفر ثينك والحاجات دي كلها، وفي الاخر في الحالتين البلاء هيعدي. وكم من مكروه وكم من مشكله حسينا يعني ان النفس خلاص ضاقت، خلاص مش قادرين نتنفس، وتحس ان الشمس مش هتطلع بعدها وبتفرج سبحان الله. فكده كده هتعدي وكده كده الدنيا كلها خلاص هتمر وهنموت كلنا. مش قصدي يعني، بس كان ليا واحد صاحبي ان كل ما تحصل مشكله يقول لي هنموت يعني خلاص ما تفكرش كتير، كلها يعني ايه فتره وهتعدي. مش قصدي والله تشاؤم، بس فكر فيها كده، فكر ان كده كده البلاء هيعدي، اشكر ربنا سبحانه وتعالى، استفيد من البلاء، لان الدنيا دي كلها زي ما ذكرنا وظيفتها في النهايه واكبر مكسب تطلعه منها ان انت تخرج منها برضا الله سبحانه وتعالى، تلقى الله سبحانه وتعالى وانت بقلب سليم وتزحزح عن النار. هو ده قمه المكسب وقمة الفوز اللي تناله في الدنيا. فبناء عليه انا عارف ان فايد الكلام كتير، بس اخر المرة الجاية اللي يجي فيها بلاء تذكر الكلمتين دول، وتذكر انك تحمد وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على البلاء والتضرع والمسكنة لله سبحانه وتعالى، وان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى من العبادات الجميلة جدا جدا ومن اجل الطرق اللي تسلك بيها الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يبعد عننا الهم والغم والحزن ويهون علينا بلاءات الدنيا. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، وافتكروا ان احنا في رمضان كل يوم فيديو. يلا افطروا بقى على خير والسلام عليكم.